في قناة سي سبورت، رجعنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الإصابات الذي تضرب النادي الملكي من جديد. هذه المرة إصابة لاعب نادي ريال مدريد لوكاس فاسكيز، وغيابه عن الملاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع. اللاعب بشكل رسمي حاليا يغيب عن مباراة مانشستر سيتي ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا. مباراة الذهاب والإياب لن يلعب بها لوكاس فاسكيز. هذه تزيد من المتاعب للنادي الملكي، خاصة على مستوى الخط الخلفي. الخيارات لأنشيلوتي الآن أصبحت محدودة جدا أو شبه منعدمة للنادي الملكي على مستوى خط الدفاع. لا ندري ولا نعرف كيف ستكون تشكيلة الخط الخلفي، تشكيلة الدفاع لنادي ريال مدريد مباراة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء القادم. المدافعين حاليا المتاحين في نادي ريال مدريد فقط هم ميندي وغارسيا، فقط هؤلاء من بداية الموسم المعروفين قائمة الفريق، وراؤول أسينسيو. أيضا هناك صعد النادي الملكي لاعبين من فريق الشباب، سيكون جاكبو رامون وخيسوس فايخو وأجوادو. هؤلاء فقط 6 لاعبين في الخط الخلفي للنادي الملكي متاحين لمباراة مانشستر سيتي، أو متاحين حاليا في النادي الملكي. تشاوميني احتمال سيستمر عليه أنشيلوتي في اعتماده كقلب دفاع. للأسف لا يوجد خيارات لأنشيلوتي، انعدمت الخيارات في المستوى الخط الدفاعي مع تكرار الإصابات، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة صعبة جدا أمام نادي مانشستر سيتي ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور 16. فأعزائي المشاهدين، قبل ما نختم هذا الفيديو، توقعاتكم للمباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء القادم؟ هل يفعلها النادي الملكي رغم الإصابات العديدة التي تضرب الفريق، أم يكون لأنشيلوتي، أم يكون لغوارديولا ومانشستر سيتي كلمة أخرى؟